أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، درسنا اليوم يخص أنشطة الدعم والتقوية للمستوى السادس في مادة الرياضيات. إذن خلال هذا الدرس سنتعرف وضعيات متنوعة للتناسب، وسنتعرف معامل التناسب، وسنتعرف على تقنيات من أجل حساب الرابع المتناسب، وسنمثل مبيانيا وضعية للتناسبية، وسنقوم بتطبيقات ترتبط بحل المسائل وذلك بتوظيف التناسبية. إذن نبدأ بوضعية الدعم التالية. يشتغل جواد ومصطفى عاملين بأحد المطاعم الكبيرة في إعداد عصير الكوكتيل، أي خليط من الفواكه والحليب. يقوم جواد بتقشير الفواكه وتقطيعها، في حين يقوم مصطفى بخلطها بالحليب، حيث يضيف لترين من الحليب لكل 3 كيلوغرامات من الفواكه التي يعدها جواد. إذن أرسم الجدول التالي وأكمل ملء الخانات الفارغة. كيف يمكن الانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني؟ وكيف يمكن الانتقال من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول؟ إذن المسألة أو الوضعية تتحدث عن عاملين جواد ومصطفى يشتغلان بأحد المطاعم. إذن جواد يقوم بتقشير الفواكه وتقطيعها، في حين يقوم مصطفى بخلطها بالحليب. إذن يضيف لترين من الحليب لكل 3 كيلوغرامات من الفواكه التي يعدها جواد. إذن هذا الجدول يتكون من سطرين. السطر الأول يبين كمية الحليب باللتر، السطر الثاني يبين كمية الفواكه بالكيلوغرام. إذن سنكمل ملء الخانات الفارغة. إذن كما رأينا، فكل 3 كيلوغرامات من الفواكه يخلطها بلترين من الحليب. إذن كمية الفواكه بالكيلوغرام المناسبة لكمية الحليب باللتر هنا ل2 هي 3. إذن لتران من الحليب يناسبان 3 كيلوغرامات من الفواكه. إذن كيف نمر من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني؟ إذن نبحث عن معامل التناسب. إذن للمرور من 2 إلى 3 نضرب في 1.5، وهذا العدد هو معامل التناسب. وللمرور من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول نقسم على معامل التناسب هو 1.5. إذن الآن سنحاول أن نملأ الخانات الفارغة. إذن كمية الفواكه بالكيلوغرام التي تناسب 6 لترات من الحليب. إذن العدد 6 سنضربه في 1.5 معامل التناسب، فتكون كمية الفواكه بالكيلوغرام هي 9. إذن الآن كمية الفواكه بالكيلوغرام هي 4.5. سنبحث عن كمية الحليب التي تناسب 4.5 كيلوغرام من الفواكه. إذن هذه المرة يعني سننتقل من أعداد السطر الثاني، من عدد في السطر الثاني إلى
خانة في السطر الأول. إذن سنقسم على معامل التناسب 1.5 أي 3. 4.5 تقسيم 1.5 3. إذن كمية الفواكه المناسبة ل10 لترات من الحليب. إذن سنضرب العدد 10 في 1.5. 10 في 1.5 هي 15. إذا الآن العدد المناسب ل12. إذا الآن سنمر من السطر الثاني إلى السطر الأول. سنقوم بالقسمة على 1.5. إذا 12 تقسم 1.5 تساوي 8. إذا 1.5 يسمى معامل التناسب، وهو الذي يسمح بالمرور من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني. إذا الآن سنتعرف على تقنيات من أجل حساب الرابع المتناسب. إذا دائما سنشتغل على نفس الوضعية. إذا التقنية الأولى هي العلاقة العمودية أو معامل التناسب. إذا لنجد العدد الذي يناسب 18 في هذا الجدول سنضرب كما قلنا في 1.5 فيكون العدد هو 27. لإيجاد العدد المناسب ل15 إذن هذه المرة سنقسم على معامل التناسب فيكون العدد المناسب ل15 هو 10. هناك تقنيات عديدة لحساب الرابع المتناسب. مثلا هنا في نفس الجدول لإيجاد الأعداد المناسبة هنا الخانات الفارغة يمكن اعتماد العلاقة الأفقية. مثلا العلاقة بين 2 و 24. إذن 2 في 12 يساوي 24. إذن نفس العلاقة سنوظفها في السطر الثاني. 3 في 12 تساوي 36. إذن هناك علاقة بين 3 و 4 في السطر الثاني. سنوظف هذه العلاقة من أجل أن نحسب العدد المناسب للعدد 24 في السطر الأول. إذن 3 في 8 تساوي 24. إذن بنفس الطريقة 2 في 8 تساوي 16. إذن هناك علاقة بين 16 و 4. 16 تقسم 4. إذن نفس الشيء في السطر الثاني. سنقسم العدد 24 على 4 فيكون العدد المناسب ل4 هو 6. إذن هذه العلاقات هي علاقات أفقية، يعني تجمع أعداد السطر الواحد. مثلا 2 و 24. إذن هذا العددان هنا أو الخانتين هما في نفس السطر. إذن هناك علاقة بين أعداد هذا السطر. إذن نفس العلاقة نوظفها في السطر الثاني. هناك تقنية أخرى وهي معروفة، جداء القطرين. إذن 2 تناسب 3. ما هو العدد الذي يناسب 14؟ إذن هنا يمكن توظيف تقنية أخرى وهي جداء القطرين. إذن لحساب الرابع المتناسب نضرب 14 في 3 ثم نقسم على 2. إذن العدد المناسب ل 14 هو 21. إذن هنا جداء القطرين نضرب 14 في 3 ثم نقسم على 2 لإيجاد العدد المناسب ل 14. إذن العدد المناسب هو 21. يمكن اعتماد تقنية أخرى وهي إضافة الخانة المساعدة. إذن هنا نبحث عن العدد المناسب ل6. إذن سنضيف خانة أخرى. إذن العلاقة بين 8 و 24 هي الضرب في 3. إذن نفس
ثم من 24 نعود إلى 6 بالقسمة على 4. إذن سنستعمل نفس هذه العلاقات في السطر الثاني. 12 سنضربها في 3 36، ثم سنعود بالقسمة على 4 ليكون العدد المناسب ل6 هو 9. إذن هناك تقنية أخرى وهي توليد علاقات بالعمليات الأربع. إذن مثلا هنا نريد أن نحسب العدد المناسب للعدد 20. إذن 20 تساوي 18 زائد 2. إذن نلاحظ هنا أن 18 زائد 2 تساوي 20. إذن نفس المسألة ستكون بالنسبة للسطر الثاني، فيكون العدد المناسب ل20 يساوي 27 زائد 3 يساوي 30. إذن بالنسبة للعدد المناسب ل 24، إذن نلاحظ أن 24 تساوي 27 ناقص 3 في السطر الثاني. 27 ناقص 3. إذن الأعداد المناسبة ل 27 ناقص 3 أيضا سنقوم بنفس العملية. 18 ناقص 2، يكون العدد هو 16. إذن يمكن توليد علاقات متعددة. إذن مثلا هنا العدد 9، إذن 9 سنبحث عن العدد المناسب له. إذن 9 تساوي 24 تقسم 2 ناقص 3. إذن قمنا بقسمة هذه الخانة على 2، 24 العدد 24، وطرحنا من الحاصل 3. نفس الشيء. إذن سنقسم العدد 16 على 2 ونطرح منه 2. 16 تقسم 2 ناقص 2. 16 تقسم 2 8 ناقص 2 يساوي 6. إذن العدد المناسب سيكون هو 6. إذن هذه التقنيات بيناها هنا لكي أن نستعمل حسب المتاح وحسب الأسهل التقنية التي نراها مناسبة. إذن نمر إلى التمثيل المبياني لوضعية التناسبية. إذن ننطلق دائما من نفس الجدول. سنمثل هذا الجدول في مبيان، وسنملأ الخانات الفارغة في الجدول انطلاقا من التمثيل المبياني. إذن التمثيل المبياني يتكون من محور أول يبين كمية الحليب باللتر، ومحور ثاني يبين كمية الفواكه بالكيلوغرام. إذن نقوم بتدريج المحورين. إذن طبعا هنا يجب الحفاظ على نفس القياس. مثلا هنا تربيعة تمثل 2، وهنا التربيعة تمثل 3. إذن المقياس مهم في عملية تدريج المحورين. إذن ننطلق من 2 و3. إذن نمثل
الزوج 2 و3 بنقطة على الشبكة هنا. نفس الشيء بالنسبة ل4 و6 ونمثل النقطة. نفس الشيء بالنسبة ل8 و12. ونفس الشيء بالنسبة ل12 و18 و16 و24. إذن يمكن أن نربط بين هذه النقط بمستقيم. إذن المستقيم الذي يمثل وضعية تناسبية هو مستقيم يمر من النقطة 0. إذا الآن سنبحث عن العدد المناسب للعدد 6 انطلاقا من المبيان. إذا 6 في المبيان العدد المناسب لها هو 9. ثم العدد المناسب ل15 إذا كمية الفواكه. إذا العدد المناسب كما ترون هو 10. العدد المناسب ل21 هو 14. إذن ننتقل إلى تطبيقات من بين الجدولين التاليين. ما هو الجدول الذي يمثل وضعية تناسبية؟ أصحح الأعداد في الجدول الأول في الجدول الآخر ليصبح جدول أعداد متناسبة، ثم أحدد معامل التناسب في كل جدول بعد تصحيح الأعداد. إذن سنحاول أن نتعرف على الجدول الذي يمثل وضعية تناسبية. إذن نبدأ بالجدول الأول. إذن سنبحث عن العلاقة العددية التي تربط أعداد السطر الأول بأعداد السطر الثاني. إذن 7 28 هنا 7 في 4 تساوي 28. 11 في 4 تساوي 44. 20 في 4 تساوي 80. 25 في 4 تساوي 100. إذن هذا العدد غير مناسب. 9 في 4 تساوي 36. 3 في 4 تساوي 120. أيضا هذا العدد غير مناسب. و12 في 4 تساوي 48. فهذا العدد أيضا غير مناسب. إذن الجدول الأول لا يمثل وضعية تناسبية. إذن نرى الجدول الثاني. إذن سنبحث دائما على العلاقة العددية التي تربط أعداد السطر الأول بأعداد السطر الثاني. نرى هنا 5 في 9 تساوي 45. 100 في 9 تساوي 900. 2 في 9 تساوي 18. 60 في 9 6 في 9 54 نضيف الصفر. إذن دائما في 9. 9 في 9 81. 13 في 9 117. 3 في 9 270. إذن هنا للمرور من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في 9. إذن هذا الجدول يمثل جدول أعداد متناسبة، بينما الجدول الأول لا يمثل وضعية تناسبية. إذن التعليمة الثانية تقول أصحح الأعداد في الجدول الآخر، يعني الجدول الذي لا يمثل أعدادا متناسبة. إذن هنا 25 معامل التناسب هنا إذا أردنا أن يكون هو 4 سنقوم بتصحيح الأعداد. إذن هنا 25 في 4 تساوي 100. 3 في 4 تساوي 120. و12 في 4 تساوي 48. وبالتالي يصبح هذا الجدول جدول وضعية تناسبية أو جدول أعداد متناسبة. إذن أحدد معامل التناسب في كل جدول بعد تصحيح الأعداد. إذن في الجدول الأول معامل التناسب هو 4، وفي الجدول الثاني معامل التناسب هو 9. إذن للمرور من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في 4، وللمرور من أعداد السطر
الثاني إلى أعداد السطر الأول، هنا نقسم على 4. نفس الشيء في الجدول الثاني، إذا للمرور من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في 9، والعكس يعني للمرور من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول نقسم على 9. إذن ننتقل إلى نشاط آخر. إذا النشاط الثاني في إحدى المدن كان عدد السكان هو 1,680,000. ازداد عدد سكانها، يعني عدد سكان هذه المدينة، بنسبة 3%. أحسب العدد الجديد لسكان المدينة. إذن سنعتمد جدول التناسبية التالي. إذن في السطر الأول سنكتب عدد السكان، وهنا عدد أو الزيادة. إذن عدد السكان، إذن النسبة المئوية 3%، تبين أن كل 100 شخص يعني زاد ب3 أشخاص. إذن 1,680,000. سنحاول أن نجد العدد المناسب لهذا العدد. إذن طبعا نعتمد هذه العلاقة. إذن 1 في 100 نضربها في 16,800. نفس الشيء نضرب العدد 3 في هذا العدد. إذن لذلك 3 ذهنيا سنقوم بها العملية. 3 في 0 0، 3 في 0 0، في 8 4 ونحتفظ ب2، 3 في 6 18 و2 20، 0 ونحتفظ ب2، 3 في 1 3 و 2 5. إذن هذا العدد هو عدد السكان الذي ازداد. إذن إذا أردنا أن نحسب العدد الجديد لسكان المدينة سنقوم بعملية الجمع التالية: 1,680,000 زائد 50,400. إذن هذا هو العدد الجديد لسكان المدينة، سيكون هو حاصل عملية الجمع. إذن ننتقل الآن إلى النشاط الثالث، ودائما في تطبيقات للتناسبية. إذا النشاط الثالث: وضع فؤاد مبلغا من المال قدره 120,000 درهم في بنك لمدة سنة كاملة بسعر فائدة قدره 4%. بعد مرور سنة سحب فؤاد ماله بالكامل من البنك. هل يكفيه المبلغ الذي سحبه لشراء سيارة ثمنها 160,000 درهم، علما أنه سيستفيد من تخفيض 20%؟ يعني ثمن السيارة لن يكون 160,000 درهم، بل سيخضع لتخفيض قدره 20%. إذن سنوظف جدولين. إذا الجدول الأول يعني سنحسب فيه المبلغ الذي سيسحبه فؤاد من البنك. إذن هنا سعر الفائدة هو 4. إذن المبلغ هنا الفائدة، ودائما بالدرهم. إذن عن كل 100 درهم
تكون الفائدة 4. إذن ما هي الفائدة التي ستكون بالنسبة ل 120 ألف درهم؟ إذن هنا نضرب في 1200 نفس الشيء، 4 في 12 48. إذن الفائدة ستكون هي 4800 درهم. بالنسبة للجدول الثاني سنحسب ثمن التخفيض. إذن هنا المبلغ بالدرهم، هنا التخفيض دائما بالدرهم. إذن عن كل 100 درهم يكون التخفيض هو 20. إذن كم سيكون التخفيض في 160 ألف؟ إذن هنا نضرب في 1600. إذن 2 في 16 هي 32 ونضيف 3 أصفار. إذن نكتب هذا العدد هنا. إذن هذا هو الفائدة، هذا هو نسبة أو مبلغ التخفيض. إذن هل سيكفيه المبلغ؟ من أجل ذلك يجب القيام بالعمليات التالية، يعني إضافة الفائدة على المبلغ الذي وضعه في البنك. إذن هذا هو المبلغ الذي سيسحبه، ثم مبلغ التخفيض سنسحبه من ثمن السيارة. إذن لكم أن تقوموا بهذا الحساب. إذن هذا العدد سيكون مثلا هو A، ثم العدد الثاني سيكون هو B. في الأخير سنقارن A مع B. في حالة إذا كان يعني المبلغ الذي سحبه من البنك مع الفائدة أكبر من هذا الثمن سيستطيع شراء السيارة. في حالة العكس لن يستطيع شراء السيارة. وشكرا لكم.